الرجل الذي يقف على الحدود ليؤمن البلاد والعباد، والرجل الذي يقف في أي مكان ليحرس الأرض والمال والعرض، فهذه عين لا تمسها النار أبدا، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلكم يا سادة، إن من السعادة الغامرة أن يأتي الإنسان يوم القيامة فرحانا مسرورا بسبب أي عمل صالح. وما أعظم السهر في سبيل الله، وما أعظم الدفاع عن الأرض والدفاع عن العرض والدفاع عن النفس والدفاع عن المال. فلذلكم يا سادة، يأتي رجلا إلى رسول الله: يا رسول الله، أرأيت إن أراد رجلا أن يأخذ مالي؟ يعني حرامي قاطع طريق يريد أن يأخذ أرضي، أو يريد أن يأخذ مالي، يريد أن يعتدي علي. قال رسول الله: لا تعطيه ماله، ما دام مغتصبا لا تعطيه ماله. يا رسول الله، أرأيت إن قاتلني؟ هيخانق معايا وهيقتل معايا. قال النبي: قاتل. يا رسول الله، أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. يا رسول الله، أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. فلذلكم يا سادة، المكان أو الدولة اللي ملهاش جيش قوي أو اللي ملهاش دفاع قوي، والله لا تكون عرضة، والله لا تكون يعني أرضا مغتصبة. نسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها وجيشها وشعبها يا رب العالمين وقادتها يا أرحم الراحمين. فلذلك تعلمنا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشهداء أنواع. من قتل دون ماله فهو شهيد، زي ما الحديث اللي ذكرناه من قبل. واحد جاي ياخد مالك وانت حاربت عشان مالك، وانت خانقت معاه او قتلته علشان مالك فمت، فانت باذن الله من الشهداء. ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، بيدافع عن عرضه، سواء كانت زوجته او بنته او امه او اخته او اي لحم او اي انسان. ونقف عند هذه البشرة: ومن مات مبطونا فهو شهيد. مرضى السكر، نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. مريض السكر يا إخواننا إن شاء الله إن مات بالسكر هو من الشهداء، لأن اللي عنده مرض في بطنه مات به هو من الشهداء. فهنيئا لمن ابتلاه الله بهذا المرض، ونسأل الله أن يشفي جميع مرضانا يا رب العالمين. الإنسان إذا أصابه مرضا فإن صبر فله الأجر والثواب، أما وإن قابل البلاء بالجزع والسخط والكلمات التي لا ترضي الله والقول الذي لا يرضي رسول الله، بيحرم نفسه يا أخواننا والله من ثواب جميل جدا. اللي ابتلاه ربنا بالمرض يحتسب هذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك يا أخواننا المسلم أي حال بيصيبه خير. المسلم أي حال بيصيبه إيه؟ خير. إزاي؟ زي مولانا: تعالوا بنا لنستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فإن أصابه سراء، جات له حاجة حلوة، فإن أصابه سراء شكر. وخلي بال حضرتك، لو أنت في نعمة حوط النعمة بالشكر. لو أنت في نعمة ما تنبهاش بالنعمة على العباد، ده أنت تحوط النعمة بالإيه؟ بالشكر. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. كلنا نحفظ هذه الآيات. الشكر بيزيد يا أخوانا النعم. عندك ابن طائع، عندك نعم أيا كانت نوع النعم، يا حبيب ده أنت قاعد دلوقتي سالم آمن مطمئن، ده دي نفسها نعمة.
يا حبيب ده انت قاعد دلوقتي وانت بصحتك دي نفسها نعمه. حوط هذه النعمه بالشكر، بالتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالشكر. صلوا على رسول الله. كيف حالك في زحام من النعم؟ دي يا اخوانا حال المؤمن. مريض، انت مريض، ان اصابه سراء ايه؟ شكر، وان اصابه ضراء صبر فكان خيرا له. انا اعتقد على قد علم القليل ان مفيش بلاء اعظم من البلاء اللي اصاب سيدنا نوح. طبعا اعظم البلاء الانسان، اعظم الانبياء بلاء سيدنا رسول الله. بس لما نتحدث عن سيدنا ايوب كان مريض 18 سنه. لما نتحدث عن سيدنا نوح قال رب، قبل ان يقول رب ان ابني من اهلي، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. تعال يا ابني اركب السفينه، تعال يا ابني وعيش في هذا الموقف بعاطفه الابوه. ابنك قدامك وانت عارف انه هو هيغرق. يا بني، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يا ابن اركب. فسيدنا نوح ابنه هيغرق قدام عينه. خلي بال حضراتكم إن أنا هقف هنا وقفة بسيطة، إن دايما المؤمن لما ربنا بيبعت له بلاء بيبعت معاه اللطف. حتى الإنسان اللي دايما بيصبر والله ربنا بيلطف فيه. ما قالش القرآن ونظر إلى ولده فكان من المغرقين، بل قال وحال بينهما الموج. وحال بينهما يعني الموج خلى ابنه بعيد عن عينه. ليه؟ رأفة ورحمة بهذا النبي. يعني ابنه عارف ان هو بيموت بس بقى عينه ما شافتوش. لان كلنا يعلم ان الواحد لو شاف ابنه وهو بيموت قلبه هيتوجع اكثر، أليس كذلك؟ فلذلك ربنا سبحانه وتعالى إذا جعل البلاء على عبد بعث لديه اللطف. بيلطف ربنا سبحانه وتعالى بإيه؟ بعباده. فلذلك يا اخوانا عشان بس ما نطولش النفس في هذه المسألة، الصبر فرض. ان انت تصبر على بلاء ربنا دي ايه؟ فرض. بس في يا مولانا مكانة اعظم من الصبر. في مكانة اعظم من الصبر. عارفين ايه اللي اعظم من الصبر؟ لا أقولها إلا بعد أن أصبع الصلاة والذكر لله سبحانه وتعالى. وصلوا على سيدنا رسول الله. اللي أعظم مكانة من الصبر الرضا. إن الإنسان يبقى راضي. ما هو الصبر إن أنت ينزل عليك بلاء وتصبر تسكت ما تتكلمش كلمات لا ترضي الله. إنما بقى الرضا ده أعظم مكانة من الصبر. إزاي يا مولانا؟ لما بنلاقي واحد وقع عليه بلاء، وقع عليه بلاء، ده مش بس صاب، ده راضي. يعني ايه راضي؟ قلبه مرتاح، قلبه مطمئن. فلذلك والله العظيم نعمة الرضا نعمة عظيمة جدا. أول فايدة يا إخواننا في الرضا إنه بيريح قلبك. الرضا بيريح القلب. الإنسان اللي بيرضى ربنا بيريح قلبه. إنما الإنسان اللي يجزع ويسخط بيعيش وهو مرهق، بيعيش وهو تعبان. فلذلكم يا سادة اللي يرضى ربنا بيرضيه. خلي بال حضرتك إن لازم تتعامل مع ربك إن أنت عبد.
وسيدنا الإمام الشعراوي رحمه الله بيضرب أروع الأمثلة في هذا الأمر. إزاي مولانا؟ سيدنا الشعراوي بيقول لك ولله المثل الأعلى. ولد أبوه هيضربه، فالولد أبوه ضربه بالقلم، الولد وقف محترم، الأب هيعمل إيه؟ مش هيضربه تاني وهيطبطب عليه وهيرضيه. كلنا عندنا أولاد يا إخوانا. الولد بقى لو أبوه ضربه بجح في أبوه، الأب هيضرب بدل القلم 3 و4 و5، صح؟ فلذلك ربنا سبحانه وتعالى لما بيوقع على الإنسان بلاء ويصبر البلاء بيترفع. إنما الإنسان لو ربنا وقع عليه بلاء جزع وكان من المتكلمين بالكلمات التي لا ترضي الله اشتد عليه البلاء وضوعف عليه البلاء وقابل بلاء تلو الآخر. إنما الرضا والله العظيم اللي راضي عايش في راحة نفسية كبيرة جدا. هو يا اخوانا اللي بيحسد ليه؟ بيحسد لأنه مش راضي. اللي بيحسد يا اخوانا بيحسد عشان خاطر هو ايه؟ مش راضي، ما عندوش رضا. اللي بيحسد علشان المال أو كذا مش راضي بحاله. ما هو لو راضي بحاله هينسى أي حاجة حواليه، ماليش دعوة بالنفس. قال سيدنا الإمام علي: من انشغل بهدم غيره نسي بناء نفسه. اللي بينشغل بالناس، اللي بينشغل يا أحبابنا بأحوال الناس بينسى نفسه خالص. إنما الإنسان اللي عايش في حاله تلاقيه عايش أول حاجة مرتاح. وخلي بال حضرتك إن الذنب الوحيد، وأتمنى إن كل حضراتكم تركزوا في الكلمتين الجمال دول، أي ذنب، طبعا أي ذنب له عقوبة في الدنيا وفي الآخرة، أي ذنب علشان تاخد جزاؤه لازم تعمله الأول. مش تاخد جزاؤه قبل إيه؟ قبل ما تعمل. إلا الحسد. إزاي يا مولانا؟ الحسد بيحرق قلب صاحبه قبل ما يحسد، يبقى بينال العقوبة قبل الإيه؟ قبل الفعل. زي مولانا باصص لمال غيره، أو باصص لأرض غيره، أو باصص لزرع غيره، أو باصص لمال غيره، قبل ما عينه تروح قلبه بيتحرق. فلذلك بيرزق الجزاء قبل الفعل. طب يا مولانا هو ممكن الإنسان يحسد نفسه ويحسد ماله؟ أيوه ممكن تحسد نفسك. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لما تلاقي ابنك يا حبيب، تلاقي ابنك قدامك عمل حاجة حلوة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مالك بيزيد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أي مال عندك، أي حاجة حلوة عندك، ما تقولش أنا عندي ابني قال كذا، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فلذلكم صاحب الجنتين لما تباهى بماله إيه اللي حصل؟ فقد المال. والقصة كلنا حافظينها من سورة الكهف، ومش عايز أضيع وقتي في هذه القصة الجميلة. شاهدوا في هذا أن أنت لما تلاقي أي حاجة تعجبك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما جاء في القرآن الكريم. فلذلك الإنسان يا إخواننا ممكن يحسد نفسه. وخلي بال حضراتكم إن الحسد يعني مش عايزين بس الناس تتهوس بالحسد، بس الحسد مذكور في القرآن، الحسد مذكور في القرآن. فلذلك معظم الناس اللي في القبور أصيبوا بالأمراض بسبب الحسد. وهختم بخطبة الأولى قصة بيقولها لي أحد الحاضرين الذين شاهدوها. واحد بيحكي بيقول لي يا مولانا كانت في عربية هنزقها هنطلعها منزل، صلوا على سيدنا النبي. عربية واقفة عطلانة وإحنا في الأرياف في منازل، فهيطلعها منزل. بيقول يا مولانا واقفين 3 رجال، أنا و2 معايا رجال، بنزقوا في العربية عشان نطلعها المنزل، مش عارفين. طبعا ما كانش في رمضان عشان ما حدش يقول ده كانوا صايمين، بس عايزين يطلعوا العربية المنزل ال3 مش عارفين. فقالوا نصبر لما واحد رابع يجي يزق معانا العربية. فهم واقفين بيهزروا،
فواحد جاي بيقول له زق معانا العربيه، وهم واقفين بيهزروا، هو راح زق العربيه، راح مطلع العربيه المنزل لوحده ما شاء الله. يعني هو قوته اكتر من الايه؟ من الثلاثه. الشاهد في هذا بيقول يا مولانا واقفين بنهزر مع بعض احنا الثلاثه، وهو راح زائق العربيه لوحده، راح مطلع العربيه المنزل. بيقول يا مولانا احنا وقفنا فلقينا ست كانت قاعده على الباب، فوقفت قالت بقى الثلاثه مش قادرين يطلعوا العربيه وانت لوحدك تطلع العربيه. بيقول والله يا مولانا قالت الكلام دي ما التفتت حتى وراها، لقينا الشاب وقع على الارض بيتألم ببطنه، بيتألم وبيصرخ. هاتوا توك توك ركبوه وطلعوا على المستشفى. الدكتور يا مولانا كشف عليه، علق له محاليل، الدكتور عمال يديله في ادويه ما فيش. الدكتور اللي واقف من فضل ربنا كان دكتور متدين، فقال صاحبكم دي في ايه؟ احنا ادينا له علاج، لو واحد بيموت كان ممكن صحي، ايه اللي حصل؟ فقال له والله ده احنا بنطلع العربيه المنزل ما قدرناش نطلعها هو لوحده، وامراه قالت هذه الكلمات. قال لهم بس هو كده مش عايز ادويه خالص، انا هديه. وقف رأى الشاب قام مشي. يبقى كان ممكن بقى بسبب الايه؟ بسبب الحسد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الملك القدوس السلام فالق الحب والنوى خالق الانام. اما بعد احباب رسول الله، كما قلنا حاوط كل النعم التي تمتلكها بالصبر بالشكر والنعم لربنا سبحانه وتعالى، لا تحاط الا بالشكر. فلذلك يا ساده بقى في عجاله سريعه جدا، لو عايز ربنا يرضى عنك وعايز الناس نفسهم يرضوا عنك، اصلح ما بينك وبين ربك. عايز الناس تحبك، اصلح ما بينك وبين ربنا. خلي بال حضرتك ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيلاقي العبد بيعصي رأي الحرام لما يتمسك، والله ربنا اداله انذار مره واثنين وبعد كده الحرام يتمسك. اللي مات على معصيه ربنا اداله انذار مره واثنين وبعد كده مات على معصيه. لو عايز الناس ترضى عنك وعايز ربنا يرضى عنك، اصلح ما بينك وبين ربك. اصلح ما بينك وبين ربك. فلذلك انا النهارده وانا اتصفح النت رايت خبرا باللهجه المصريه، عريس وعروسه قبل رمضان راكبين العربيه علشان هيروحوا الكوشه ولا هيروحوا البيت، العربيه عملت حادثه مات. فلذلك الانسان مش ضامن ان هو النعم اللي هو داخل عليها ان هو هيرزقه هؤلاء. لما الموت بيجي سريع كده، لماذا قلوبنا كالحجاره؟ بعض الناس يا ساده من كتر المعاصي بتاعته صار قلبه كالحجاره او اشد قسوه. هختم بحاجه بسيطه جدا. لما بتصفح لقيت خبر قديم شويه بس الخبر مؤلم، والله وانا بسمع الخبر بكيت. عن شاب كان عايز يتجوز وامه رافضه. لما امه رفضت فكر هذا الشاب الشيطان في ايه؟ انه يتخلص من مين؟ من امه اللي حملت في بطنها، والام اللي جدت والام. قتل امه ازاي؟ راح صاحب امه لبدرون البيت وخنقها لحد ما ماتت. الشاب بيقول في التحقيقات ايه؟ وانا بخنوها قالت يا ابني سيبني واللي انت عايزه هعمله لك. والله وانا بسمع القصه عيطت. ان واحد امه اللي هي اصلا قطعه من اللي مش قطعه من قلب، ده الام هي القلب. الام هي القلب. شاب